لو حابب تتفرج على ملخص اول 6 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. عارف المثل اللي بيقول قليل البخت يلاقي العظم في الكيشة؟ او ده المثل اللي بينطبق على مارجريت اخت الملكة إليزابيث. طول حياتها ما شافتش يوم عدل، كان نفسها هي اللي تبقى الملكة والناس تشاوي عليها وتبقى مشهورة وتلبس التاج، بس ده ما حصلش. فحبت برضه تبقى مشهورة، فعاشت حياتها بالطول والعرض وكانت مختلفة عن كل العيلة المالكة، وبقت مشهورة فعلا، بس بقت مشهورة بالتفاهة والسهرات والأفعال المجنونة. يوم ما فكرت في الحب والجواز اختارت مساعد أبوها، مقدم في الجيش وراجل محترم جدا، بس للأسف كان متجوز ومخلف وطلق مراته عشان يتجوزها. بس التقاليد الملكية منعت الجوازة دي، والضربة جات لها من مين؟ من أختها إليزابيث، أقرب واحدة ليها. حياتها اتدمرت وتعبت جدا، خصوصا إنهم بعدوا الاتنين عن بعض، وودوا بيتر ده اللي كانت بتحبه في بلد تانية أصلا، وكان نفسها زي أي بنت تتجوز، ووافقت بعد سنين على عيل أهبل يتجوزها وهو من العيلة المالكة، بس طلع واد مش قد المسؤولية. وبعد سنين من التعب لقت واحد اسمه توني من عامة الشعب وشغال مصور، حبته وهو قدر يوقعها في حبه. وفي يوم صحيت على جواب من بيتر بيقول لها انه ما كانش نفسه يتجوز واحدة تانية غيرها، بس للأسف هو حب واحدة أصغر منه ب20 سنة ولازم يتجوزها لأن هي دي اللي ادته أمل في الحياة. فهي قررت إنها هي كمان تتجوز وتعلن جوازها قبل بيتر، وعرضت الجواز على توني. انت متخيل أخت الملكة تعرض الجواز على حتة مصوراتي فاشل؟ لا، وخد التقيلة، الواد ولا عبرها فسابته ومشيت. بس هو عشان واد مكار راح صالحها وجاب لها خاتم وطلب ايديها للجواز، وهي زي الهبلة وافقت وراحت لاختها الملكة عشان تاخد مباركتها وتتجوز وتتبسط اخيرا. اختها قالت لها تمام على خيرة الله، ومارجريت كانت هتموت من الفرحة، بس لم تكن تعلم ان فرحتها لن تكتمل، لان بعدها بيومين اختها قالت لها للأسف يا مارجريت انا حامل، وما ينفعش نعلن عن اي فرحة او خطوبة حتى قبل ما يجي البيبي، يعني هتيجي على نفسك 6 شهور كمان. وعشان اثبت لك يا ستي اني مش بعمل كده عشان امنعك من الجوازة دي، انا موافقة نعمل حفلة صغيرة كده تجمعي فيها اصحابك واصحابه ونتجمع كلنا سوا. وفعلا عملوا حفلة وكلهم اتجمعوا، وإليزابيث ما كانتش مبسوطة من الوضع خالص، لأنها حاسة إن توني ده مش شبههم أبدا، وحالة غريبة كده وصحابه عيال غريبة زيه، وكانت شاكة فيه كمان، وشكها طلع في محله، إن المساعدين بتوعها قالوا لها إن توني ده شخص مش سوي خالص. أولا أمه ست وصولية وبتتجوز كل واحد والتاني وتاخد منهم فلوسهم وتطلقوا، وأمه كمان سايباه ما بتحبهوش ولا بتعبره. والأهم من كده علاقات توني ده كتيرة جدا، ده ليه على الأقل 3 ستات بينام معاهم، ودي العلاقات الطبيعية، غير انه على علاقة بصاحبه ومراته. والأصعب من كده ان مرات صاحبه حامل ومش عارفين الواد ده ابن مين فيهم. فيعني مارجريت دي شكلها الفرحة مش ناوية تدخل حياتها أبدا. الملكة إليزابيث بقى من الصدمة جالها الطلق وخلفت في نفس الوقت، وأول ما قامت بالسلامة مارجريت راحت لها وقالت لها ها قمت بالسلامة اهو، اتجوز انا بقى. فإليزابيث ما صرحتهاش بواقع توني، بس قالت لها انت متأكدة ان ده الشخص اللي نفسك تكملي معاه حياتك يا مارجريت؟ فمارجريت قالت لها بصي يا إليزابيث، انا هتجوز توني يا اما ههرب معاه، ملهاش حل تاني، مش هتمشونا على مزاجكم كل مرة. ومارجريت كانت عنيدة جدا وصممت وعملت اللي في دماغها فعلا، وهنعرف في الحلقات الجاية ايه اللي الواد توني ده مخبيه تاني وايه اللي ناوي عليه، لان هو عمل ده كله عشان يبان في نظر امه انه عمل اللي ما يتعملش، بس امه ما كانش فايق معاها اي حاجة من دي اصلا، ولا كانت معتبراه ابنها كمان. ويا عيني مارجريت دي هي اللي صعبانة على الواحد. وبتخلص على كده الحلقة السابعة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.